بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فاريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي طرد الثلاثي من منتخب مصر، اضحك على فيتوريا، إمام عاشور بيغير من زيزو، جدول زمني لمجلس إدارة الزمالك. السلام عليكم. الموضوع الأولاني اللي هنتكلم فيه هو إن اتحاد الكرة منزل بيان رسمي بسبب تمرد اللاعبين على روي فيتوريا ورفضهم التمرين بعد مباراة جيبوتي التي فاز فيها منتخب مصر بنصف دستة أهداف في مستهل مباريات المنتخب المصري وطريقه إلى الصعود إلى كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. اللي حصل بالظبط ايه؟ اللي حصل ان روي فيتوريا بدأ تشكيلته الأساسية وما كانش فيها الثلاثي. طيب لو احنا جينا نتكلم على الموضوع ده، طب لو احنا عايزين نقول حسين الشحات عايز يلعب كأساسي، طب هو هيلعب على حساب مين؟ هيلعب على حساب محمد صلاح ولا على حساب زيزو ولا على حساب مين بالظبط؟ لو احنا اتكلمنا على امام عاشور وعايز يلعب اساسي، هيلعب على اساس مين؟ على حساب مين؟ على حساب زيزو ولا على حساب صلاح ولا على حساب النني؟ لو جينا نتكلم على طارق حامد، طب طارق حامد هيلعب على حساب مين؟ هل هيكون على حساب مروان؟ ولكن طارق حامد هو في نهاية مسيرته الكروية، والمنتخب كمان عايز ينزل من الأعمار، يعني الأعمار تكون صغيرة في السن. فأنا طبعا ما كنتش فاهم هم زعلانين ليه. وبعد كده لما حصل تغيير في الشوط الثاني ونزلت عناصر تانية في الشوط الثاني، ما نزلش ولا إمام عاشور ولا حسين الشحات ولا طارق حامد، زعلوا وتأثروا جدا واتقمصوا. بعد المباراة المفروض ان في تدريبات للاعبين اللي ما شاركوش في المباراة بتاع جيبوتي. ليه؟ لان في مباراة تانية لمنتخب مصر امام سيراليون ستلعب في ليبيريا. هتلعب امتى؟ يوم الاحد اللي جاي. يعني لو انت حسبتها عندك يوم واحد اللي هو بكرة، وهتلعب يوم الاحد، يعني ما فيش وقت. يعني الثلاثي كان لازم يتدربوا، وهنا كانت المشكلة ان الثلاثة دولت ما اتدربوش وتمردوا، وعلشان كده استبعدوا من المنتخب والمباراة اللي جاية اللي هتلعب في ليبيريا. أنا مع قرار فيتوريا في الموضوع ده قرار سليم، ولكن أنا عندي سؤال صغير كده. من الذي أخذ القرار؟ روي فيتوريا الداعم لفتوح، المتمرد، الداعم للهارب من المعسكر. مين اللي هو دعم فتوح اللي هو هرب من المعسكر؟ انت يا فيتوريا. فيتوريا هو اللي ادى اللعيبه دي وغيرها اللي غير ملتزم انا هضمه حتى لو عليه عقوبه. يعني دلوقتي في نادي عاقب لاعب لانه خرج من المعسكر وتسبب في خساره النادي ده، انت دعمته وضميته للمنتخب، وكمان يا فيتوريا لعبته اساسي. يعني انت كنت بتعاند الزمالك طول الوقت. فيتوريا اللي هو غير ملتزم جاي يعلمنا احنا الالتزام. هو فاهم الالتزام بالطريقة البرتغالية، لكن هو لازم يفهم الالتزام بالطريقة المصرية. بدل عندك واحد تمرد زي فتوح كان لازم توقفه، وبعد كده داين تدان. وده اللي حصل لك دلوقتي، في انك انت بقى عندك مشكلة مش هتقدر تسيطر عليها، والزمن هيبين لك احنا كلامنا صح ولا غلط. السبب كمان الرئيسي في بعض اللاعبين اللي هم كانوا متمردين، بالذات لاعبي الاهلي زي حسين الشحات وامام عاشور، ان المنتخب عندهم بيعتبروه درجة تانية، لان هم كمان بيلعبوا في الاهلي، وبيقول لك اللي بيلعب في الاهلي لازم يكون لاعب اساسي. وده موضوع غريب جدا، هي تركيبتهم كده، هم محقونين بهذه الافكار. لو في نقطة تانية كانت في المباراة كانت غريبة جدا، هو موضوع الحضور الجماهيري. كان الحضور الجماهيري قليل جدا، وكان حوالي 2000 شخص. هو ليه ما فيش جماهير للمنتخب؟ هو ليه ما فيش دعم من جماهير الأهلي والزمالك؟ ليه مش عايزين يساندوا المنتخب؟ أنا أعتقد إن السبب هو صانع القرار الرياضي والإعلامي اللي هم بيخدموا نادي بعينه اللي هو نادي الأهلي، هم السبب في ده. وكذلك فشل البطولات المحلية ومحاولة صناع القرار الرياضي ان الاهلي يركب على كل البطولات
واخراج الزمالك من المنافسة واخراج اي فريق تاني من المنافسة. وعلشان كده اصبح في حاجة اسمها الارهاب الاعلامي اللي كله بيخاف منه دلوقتي، وهو ده السبب اللي هيبقى مفيش حد من جماهير مصر هتروح تدعم، بسبب لازم يبقى في عدل في الرياضة المصرية، لازم يبقى في حكام عادلين، لازم ما تفرقش ما بين الفرق. لو انت عملت ده هتوصل للي انت عايزه. في بقى موضوع اخير، موضوع تاني عايزين نتكلم فيه، اللي هو موضوع امام عاشور وغيرته من زيزو. وبيقول لك ان امام عاشور زعل واتقمص واتلوى ومشى من المنتخب، وتم طبعا استبعاده من سفرية المنتخب الى ليبيريا لانهم هيلعبوا هناك سيراليون. ليه بقى؟ لان هو قال امام عاشور انا استاهل فرصة زي زيزو، وانا كمان احسن من زيزو. طيب انا يا امام عندي لك سؤال واحد، انت احسن من زيزو في ايه؟ انا عايز اسألك في ده. وانت ليه بتتكلم عن زيزو؟ وليه انت كمان بتفكر في زيزو؟ ما انت عندك 22 لاعب، انت ليه حاطط زيزو في دماغك؟ انا بقى هرد عليك واقول لك ليه. لان العين ما بتكرهش غير اللي احسن منها، وانت عارف كويس جدا ان زيزو احسن منك بدنيا وفنيا واخلاقيا. واخلاقيا دي هتحط تحتها 100 خط. يعني هقولها لك تاني ليه؟ هقول لك ليه. لان زيزو احسن منك بدنيا وفنيا واخلاقيا. وعندي كمان لك حاجة كده مهمة، زمان لما انت كنت في الزمالك كنت عامل صحابية وحبيبه وحبيب زيدو، اعتقد انك انت كنت ممثل كويس جدا، واصبح التمثيل ده في دمك وعادة في شخصيتك. حتى لما انت كنت في نادي الزمالك كنت بتبوس الشعار وتقول ده حبي الوحيد هو نادي الزمالك. ودلوقتي انت لما رحت نادي الاهلي برضه بتبوس الشعار وبتقول ان ده حبي الوحيد هو حبي لنادي الاهلي. اعتقد ان مشاعرك ايام ما كنت في الزمالك كانت هي كمان تمثيل. انت ممثل بارع يا امام يا عاشور، ده رأيي فيك في النهاية، مع انك انت لاعب مميز جدا واحسن لاعب في خط النص في مصر، ولكنك ممثل بارع جدا جدا ومفيش جواك حقيقة، محدش يقدر يفهم انت عايز ايه. الحاجة الاخيرة اللي احنا هنتكلم فيها هي الموجة العالية من جماهير نادي الزمالك على إدارة نادي الزمالك. سببها ايه؟ ان إدارة نادي الزمالك دي بتشتغل بطريقة واحد عنده مشروع، وان المشروع ده علشان ينجح لازم ندرسه كويس، ولازم نديله وقت وندرس الملفات، وكل عضو ياخد ملف ويقعد فيه شهر او شهرين، وبعد كده نرجع تاني ونقعد نتكلم في بطء. ده مشكلة كبيرة جدا جدا في مجلس إدارة نادي الزمالك. المفروض انك انت تكون اسرع من كده، وده ان سبب الموجة العالية والنقد العالي عليك بسبب انك بطيء، ونقد جماهير نادي الزمالك بسبب اللي انت بتعمله ده. لازم يعني انت علشان تحل مشكلة الضغط اللي هي عليك ديت لازم بسرعة وفورا دفع فلوس رفع ايقاف القيد علشان يفك الضغط اللي عليك وعلى الإدارة، والموجة العالية تقل كمان من عليك، لانك انت بطيء جدا في اخذ قراراتك وفي ملفاتك. ولازم كمان مجلس الاداره بيعلن جدول زمني ويقول فيه في خلال الفتره من هنا لهنا انا هعمل كذا وكذا، والفتره من هنا لهناك انا هعمل كذا وكذا وكذا. تكون انت مجهز نفسك. انا عايز اسال سؤال، هو انت جاهز ولا مش جاهز؟ لان فعلا محدش فينا فاهم انت جاهز ولا مش جاهز بالنسبة لانك تاخد القرارات. لازم تكون القرارات سريعة جدا جدا، ويا ريت تبدأ برفع ايقاف القيد وتدفع فلوس سبورتنج لشبونة. ده هيشيل ضغط كبير جدا جدا من على مجلس ادارة نادي الزمالك، وهتخلي كمان الجماهير بتاع نادي الزمالك تقل في النقد بتاعها عليك. ده يا جماعة بالنسبة لفيديو النهاردة، فيا ريت تعملوا لي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، ويا ريت تعملوا كمان شير للفيديو ده. اللايك يا جماعة مهم جدا جدا، الاعجاب مهم جدا جدا علشان الفيديو يقدر ينتشر لأكبر قدر ممكن من الناس. ألف شكر يا جماعة انكم استمعتوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.